موسى صلى الله عليه وسلم. أكثر نبي ذكرت قصته في القرآن قصة موسى. موسى عليه السلام في موقف عجيب لما لحقه فرعون ومن معه مر مع من آمن معه من بطش فرعون ووصل إلى البحر. البحر أمامه بحر تلطم أمواجه في بعضها، العدو من خلفه، عدو لدود يتربص به أكثر من 40 سنة. كل قوانين العالم تقول أنهم قد ضاعوا. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قالوا إنا لمدركون. استسلام. البحر أمامنا والعدو خلفنا، وين نروح؟ منتهى اليقين في الهلاك بنظر البشر اللي موجودين. موسى عليه الصلاة والسلام واثق من ربه، يعرف يتعامل مع الله بإيمانه بقدرة الله. قال موسى عليه السلام في تلك اللحظة: كلا إن معي ربي سيهدين. كأنه يقول يا قومي معي رب هذا البحر الذي من أمامكم، معي رب هؤلاء الذين من خلفكم، معي الله الذي يجري الأنفس في أجسادهم، معي القوي القادر العظيم الجبار. سيدنا موسى كانت له مناجاة مع الله سبحانه وتعالى. إيش اللي حصل؟ اضرب بعصاك. البحر انشق والبحر من أمامه كالطود العظيم، كالجبل العظيم. وعبر البحر وأغرق الله فرعون وقومه. لماذا؟ لأنه توكل قوي جدا. وأنت كذلك إذا كنت مطمئنا واثقا بالله ومتيقنا بأنه سيأخذ بيدك للسعادة، سيهديك ويعطيك ويتولاك ويجعل حياتك طيبة ويقضي حوائجك، وعنده لن تقلق. هذا توكل قوي.